السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة صابرنا كويزين. وصفاتنا اليوم جديدة كما راكم تشوفوا دولمة. بوصفة جديدة بالدجاج كما راكم تشوفوا. اول حاجة حبيت نتعذر من حباباتنا اللي سقسوا عليا ونقول لهم ما تقلقوش، راني هنا وجيتكم بجديد. وثاني حاجة حبيت نرحب بالمشتركين جدد ونقول لهم ان شاء الله تستفادوا ان شاء الله. ويلا نشوفوا الدولمة. اول حاجه نحتاجوا 2 فخاذ دجاج. انا نفضلها بالافخاذ يعني تجيها وصفه هايله. فوالا عندنا، انا حطيت 4 حبات بطاطا متوسطين وزوج حبات كوسه جريوات كما راكم تشوفوا كبار ملاح. فوالا عندنا عود كرافس و2 حبات طماطم و2 حبات بصل وزوج سنينات ثوم وعندنا زوج مغارف كبار تاع طماطم مركزة. وعندنا مغرف صغيرة تاع الكزبر حب بودر عفوا، ومغرف صغيرة تاع فلفل اسود. ولهنايا عندي انايا ندير زوج مغارف تاع ملح، زوج مغارف صغار تاع ملح، وكل واحد الذوق نتاعها. انا تجيني هكا بيان. والزيت للطهي والماء. اول حاجه واش راح نديرو، نقطعوا هذيك الكرافسه قطع عشوائي كما راك تشوفي. وطماطم ثاني نقطعوها عشوائي راك تشوفي هكا على 4 صافا تجيك باش ما تحرحرلكش هذيك لاصوص نتاعك. حتى البصله ثاني هكاك. انا نعطيكم استيس بالنسبه للثوم. غير هرسيه باش هكا. في بعده انواع من المرق كي تهرسيه تعطيك نكهه احسن من ترابيه ولا تعطي نكهه هايله. كما راكم تشوفوا نحطوا في لاكوكوت، نحطوا هذيك كامل الخضره قصدي طنجره الضغط، ونحطوا فوقها اللحم الدجاج، ونحطوا ملعقتين صغار ملح. هنا توابل فلفل اسود وكزبر بودر وطماطم. فوالا والزيت انا ما كثرتش، لهنا حطيت حوالي ملعقتين كبار ثم هكا باش ما تكونش فيها ليدان بزاف. والماء حتى نتغطى ديك الخضره والدجاج كما راكم تشوفوا. لهنايا نغطوا طنجره الضغط نحطوها طيب. انا حكمت لي نص ساعه. وبما انها طيب لاصوص هنايا حبيت نوريكم كيفاش نحفروا الخضره. انا لهنايا انا عندي حافره الخضر، كيف يقولوا لها، تيجا فارسيير اللي يحفروا بها الخضر. انا لهنا ما نحبش نستعملها باسكو نفضل قشرة الخضر تجيني حسن. ولكن ما راك تشوفي تعطيك تحفرها كيما تحبي نتيا. تغمقيها تحفريها بزاف ولا تحفريها غير شوي، باسكو الاخرى تحفر لك غير تسمى غير جهه فريده باك تحفرها لك. كيما راكم تشوفوا نحفروا الخضره نتاعنا. واما بالنسبه البقايا تاع الخضر هذيك التحفيره هذيك انا ما نرميهاش، انا واش نرحيها في الروبو ونقليها شويه في الزيت، ومن بعد ندير لها شويه ملح وفلفل كحل وندير لها شويه فرينه
ونكب لها اصفر تاع بيضه تكون هايله والله. نعطيها لولادي يعني احسن من ترميها في فوالا كيما راكم تشوفوا. بعد ما نحفروا كامل هذيك الخضره، هنايا هذه الحبه تاع الكوسه كبيره، نقطعها على 3. احسن تقطع على 3 باش اموا تعطي كل واحد مرسو كوسه وحبه بطاطا ولا نصف حبه بطاطا، ولا تكون احسن تقديم يعني. تما حاجه منظمه. فوالا نكمل هذيك الخضره ونولي معاكم. كيما راكم تشوفوا لهنايا انا خلطت الفلفل الاسود مع الملح تكون سهل لي العمليه. واش راح ندير؟ راح ندروا عليها هذيك الخليط، ندروا على الخضره راكم تشوفوا. فوالا نكملها كامل هذيك الخضره. ومن بعد نوجدوا مقله. كما راكم تشوفوا في المقله نكبوا شويه زيت، حوالي 3 ملاعق كبار زيت. ايش راح نديروا؟ راح نحطوا ديك الخضره راح نقلوها شويه، راح نحمصوها شويه تمام باش تعطينا احمرار ونكهه. يعني والله صدقوني راهي وصفه رائعه رائعه، راهي وصفه هايله. كما راكم تشوفوا لهنايا راهي حبه الخضره تاعنا بدات تحمر. انا نفضلها بزاف في شهر رمضان، هايله. حتى ولادي يحبوها. ونبدلوا شويه، كنا نديروا لفخس اللحم لافيونداشي، دركا نبدلوا شويه نديروا دجاج مثلا. حبيتي ديري شوربه باللحم نديروا هذه دومه بالدجاج، صافا تكون نبدلوا شويه تناسق. والله وصفه هايله. نحركوها مليح باش تعطي الاحمرار في كل جهات. والله صدقوني كاين وصفات جايين جدد، وصفات هايلين. الفكرة يعني صراحة يعني نصارحكم، الفكرة تاع هذه الفيديوهات كانت من طرف زوجي، هو اللي كان ينفح فيا ديما يقول لي عملي فيديوهات فيدي الناس، حاولي الحوايج اللي تعرفيهم انتي توريهم للناس، تعلمي الناس. كاين بزاف الناس ما يعرفوش الحوايج هذو، ثم وري لهم، تفيدي الناس شويه، ما تقرديهمش لنفسك. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا حمارو، نحطهم في البلاطو اللي يحب ندخلوه الفرن. هنا لاصوص تاعنا راهي طاب اللحم، نحو اللحم دابور، نحوه ونصفوه، نحطوه في صحن. واش راح ندير لهذيك اللحم؟ راح نحيلو كامل هذيك الجلده ونقي مليح من العظام ميتو. وبعد واش راح ندير؟ راح نفتو مليح.
لازم تفتيه ناعم يعني، سواء في باليد ولا بالسكين ولا ولا في الروبو. يعني ماشي مليح aussi عشوائي تقطعيه. يعني في الروبو 3 سكوند ولا 6 سكوند ولا يعني مش ترحيه يعني عجينة عجينة. فوالا انا درتو غير باليد. فوالا كيما وريت لكم راني فتته مليح، فتيته غير باليد. وكيما راكم تشوفوا لهنا حطيت له القزبر وريقات، وضفت له بياض بيضاء، والخليط شوي من الخليط تاع الفلفل الكحل مع الملح. تاني تعطيك نكهة هايلة مع الكزبر ونعجنوهم مليح. واش راح نديرو دوك؟ راح نحشو ديك الخضرة. كما راكم تشوفوا نحشوها مليح. ثاني هذه وصفة هايلة، انا نفضلها على دولمة تاع اللحم. راكم تشوفوا بعد ما حشينا الخضرة انا قعدت لي شوية. واش راح ندير؟ بعد ما نسكبوا لاصوص هذيك، نديروا صفاية ولا كسكاس نصفوها، نحو كامل هذيك الخضرة. نحطوا الحبات تاع الخضرة راكم تشوفوا. ولهنا هذيك الشيء اللي بقى لنا من اللحم اللي بقى ما نرموهش. راح نديروا بولات ونلحوا في لاصوص. مام يتحلك، راح يتحلك شوي، مي راح يعطيك ثاني نكهة هايلة. لاصوص راح تكون شوية عاطية شوية يعني تعطيك حاجة زينة، يعني حاجة هايلة. فوالا ما نرموهاش، مام حتى راي شوي ما نرموهاش. فوالا درك واش راح نديرو؟ راح ندخلوها الفرن على درجة 180 لمدة طهي حتى انتي واش تحبي، لاصوص ثقيلة خفيفة كيما تحبي. يعني انتي واش تشوفي، يعني تشوفي المهم تكون الخضرة طابت. فوالا انا بالسكين نثقبها بالسكين، وجدتها طابت فوالا راهي معناتها خلاص. انتي ولا صوص واش تحبي ثقيل، تحبي طولي له شوي، تحبي تخثري، تحبي. فوالا انا راهي طابت لي لهنا كيما راكم تشوفوا حليتكم حبه جريوات حبه كوسه. فوالا صدقوني والله هايله 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 روعه. فوالا كيما راكم تشوفوا انا تحرحرت لي شويه هذيك البولات، ما عليهاش تعطيك نكهه هايله ثاني. فوالا هاي الدولمه تاعنا راهي وجدت كيما راكم تشوفوا. بالك راهو الصوره تعبر مي الذوق يعبر اكثر، ونتمنى انكم تجربوها. وراي وصفه هايله والله، حتى مع الاولاد يصوموا معانا. يعني ولاد صغار هكا كي يبداو الصيام جدد والله صدقوني راح تعجبهم. وصفه والله هايله، وان شاء الله انكم تجربوها وتعجبكم. وما تنساوش تكليكوا في جيم
والاشتراك اذا عجبتكم القناه.